السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارد لك للنادي الأهلي وللجمهور. يعني مش عارف أبدأ منين ولا أتكلم عن إيه أو أقول إيه. الواحد عامة متعكنن، يعني كان معلق آمال كبيرة. الأهلي يخسر من فلومينيسي البرازيلي بقرارات تحكيمية وبأخطاء لاعبيه، وبضيع فرص سهلة من بعض اللعيبة، وبتسرع بعض اللعيبة. الأهلي كان بدأ المباراة برتم هادي، بعدها مش قادر يمسك كورة، بعدها انت قدرت تروح بكور كتير على الجون، بس في استعجال، في كور كتير فيها استعجال من حسين، وفي أخطر كورة جت في المباراة كلها أصلا. كانت حسين جه يسددها كده فخبطت في الدفاع، وبعدين جت لكهربا قدام الجون لوحده، ضيعها بطريقة غريبة جدا. يعني مش فاهم دي ازاي قطعت ازاي. وجت برضو أخت الكورة دي عامة، يعني الشوط التاني حسين لعبة كده عرضية ممتازة على راس تاو لعبة برضو ضعيفة جدا في ايد الجون. ده غير القرارات فيها استعجال، وفي انفرادات ضاعت وحاجات كتير. ده غير بقى القرارات التحكيمية اللي هي يعني عاوزين نفهم بس. يعني ضربة الجزاء حاسبها بناء على ايه؟ بما انك حكم أوروبي وعالمي وحكمت نهائي كأس عالم، يعني دي بتتحسب عامة في أوروبا؟ اقنعني يعني. وحتى لو انت حسبتها، ما في اتنين لكهربا. واحدة المدافع ظرفه كده بالكوع في ظهره موقعه، واحدة تانية كان في المدافع داس على رجله برضه وخبطه في رجله. احسبها زي مارسيلو. ولا انت بتدلل برضه بتوع أمريكا الجنوبية وأوروبا زي الفيفا برضه بتخليهم يجوا يلعبوا نص نهائي على الجاهز، وبتوع قارة أفريقيا يعني دول يقولوا عادي يعني؟ بناء على ايه يعني فريق اول مرة يلعب في البطولة دي يجي يلعب دايما نص نهائي؟ وبناء على ايه يعني انت بتجامل بطل امريكا الجنوبية؟ فين تكافؤ الفرص؟ فين العدالة؟ فين الكلام ده كله يعني؟ والناس اللي عمالة يعني بتقول ان كولر غلط، هو يعني ممكن يكون اخطأ في حتة التغييرات، كانت تبقى بدري عن كده يعني. بس هو المدرب مثلا هو اللي هينزل يسجل مكان اللعيبة. هو قدر بيوديك بالكورة كتير قدام الجون. الغلط بقى في الايه؟ الإدارة اللي ما قدرش توفر له مهاجم كويس يخلص له الفرص دي. يعني انت كنت المفروض تجيب مهاجم كويس، او حتى يعني كنت تخلي شريف يفضل مع الفريق، على الاقل كان هيقدر يخلص لك الفرص دي عامة. يعني هو كان جوه البوكس كويس، كان بيخلص على الاقل من نص الفرص يعني. حتى لو كان في فترة بيضيع، بس عامة يخلص لك واحدة ولا اتنين من الفرص اللي جات لك. انت رحت بسبع تمن فرص ومضيعه. أرض لك للنادي الأهلي وجمهوره، بتوفق في اللي جاي.